انا واحد من الاشخاص مش بيعتمد على المكملات بشكل اساسي، سواء مع العملاء او سواء مع نفسي. لكن في رمضان لضيق الوقت نبدا نلجا للمكملات. اول مكمل معايا هو الواي بروتين. الواي بروتين مهم جدا انك تاخده لو انت بتتمرن قبل الفطار بساعه ونص، فبيبدا الواي بروتين يديك نسبه احتياج جسمك سريعا، وكمان الامتصاص بتاعه بيكون اسرع شويه وخفيف على الجهاز الهضمي. تاني مكمل معايا هو الكازين. هو بروتين بطيء الامتصاص، وافضل وقت ليه انك تاخده في السحور كمكمل غذائي. تقدر تاخده مع الزبادي، تقدر تاخده مع اللبن. بيبدا يمد جسمك باحتياجك من البروتين، فبيديك احساس بالشبع خلال فتره الصيام. سي دبل اي او الاي دبل اي، الاثنين دول انا مش بفضلهم قوي او مش بحطهم اصلا، ولكن لو هتدخل بي سي دبل اي او بيجي هديه مع المكمل فالنسبه بتعمل، فمفيش مشكله انك تدخل بي سي دبل اي. الفوائد البي سي دبل اي ان هو بيعمل توازن على توزيع البروتين في الجسم. رقم 4 هو الكرياتين. طبعا الناس بتتكلم وتقول لك ما تاخدش كرياتين في رمضان عشان بلا بلا بلا، والكرياتين مش هيفرق خالص بتاخده في رمضان او بتاخده في الايام العاديه وملوش اضرار تماما. عشان انا عايز اعمل الفيديو ده ريل كده فمش هخش في دراسات وابحاث وهعمل له فيديو لوحده. ولكن الكرياتين تقدر تاخد 5 جرام كرياتين بعد الفطار مباشره مع التمر او مع سكوب الواي بروتين بتاعك، وبتبدا تشرب ميه طول الفتره ديت كلها، فمفيش اي مشكله خالص. فيتامين، هتقول لي مالتي فيتامين، هقول لك فكك منه عشان انا اصلا مش مرتاح للمكمل ده، وهقول لك ليه في فيديو لوحده. زنك والمغنيسيوم والاوميجا 3. الاوميجا 3 لازم تكون من مصدر موثوق وحاجه نظيفه، فكك من الاوميجا 3 بتاعت الصيدلات ام ربع جنيه دي عشان ملهاش اي لازمه.